السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على DNA Translation Part 3. هنتكلم عندنا النهاردة على Post Translation Modification. بس قبل ما نخش على Post Translation Modification هنتكلم على طرق حدوث الترانسليشن. عملية الترانسليشن عندنا ممكن تحصل في الفري رايبوزومز اللي هي موجودة في السيتوبلازم زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، أو ممكن يحصل لها ترانسلوكيشن وتحصل فين؟ وتحصل في الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق عندنا في البروتين الناتج، يعني احنا لو عندنا عمليه الترانسليشن هتحدث في الفري رايبوزومز اللي هي موجوده في السيتوبلازم، دي بتطلع بروتينات معينه زي ايه؟ زي عندنا السيتوسوليك بروتينز، دي البروتينز اللي بتبقى موجوده في السيتوبلازم بتخش في عمليات حيويه زي عمليه مثلا الجلايكوليسيس. طيب النيوكلير بروتينز دي بيحصل لها ترانسليشن فين؟ بيحصل لها ترانسليشن في الفري رايبوزومز. طب النيوكلير بروتينز زي ايه؟ زي البروتينز عندنا اللي بتخش في عمليه الريبليكيشن، اللي بتخش في عمليه الترانسكريبشن، دي بنسميها نيوكلير بروتينز. طيب زي ايه تاني؟ زي عندنا الميتوكوندريال بروتينز اللي خاصه بالميتوكوندريا، وعندنا البيروكسيزومال بروتينز، دي بروتينز بيتم ترانسليشن ليها، الترجمه ليها فين؟ في الفري رايبوزومز اللي موجوده في السيتوبلازم. يبقى اول حاجه عندنا عمليه الترانسليشن بتحصل فين وفين؟ بتحصل في مكانين. اول مكان عندنا في الفري رايبوزومز اللي هو في السيتوبلازم. طب دي بيتم تصنيع ايه فيها؟ بيتم تصنيع بروتين زي سايتوسوليك بروتينز، دي البروتينز اللي هي بتاعت السيتوبلازم. امثله عليها البروتينز اللي بتخش في عمليه الجلايكوليسيس. طيب النيوكلير بروتينز، النيوكلير بروتينز اللي بتخش في العمليات اللي بتتم جوه النيوكليس، زي ايه عندنا؟ زي الدي ان اي ريبليكيشن، زي الدي ان اي ترانسكريبشن، دي بنسميها نيوكلير بروتينز، بيحصل لها ترانسليشن فين؟ في الفري رايبوزومز اللي موجوده في السيتوبلازم. طيب اخر النوعين عندنا اللي هو ميتوكوندريال بروتينز وبيروكسيزومال بروتينز، ده كده بالنسبه للفري رايبوزوم. طب امتى بقى بيحصل ترانسلوكيشن؟ بيحصل ترانسلوكيشن ليه؟ عمليه الترانسليشن وبتحصل في الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم لما بيتم عندي انتاج بعض انواع البروتينز. زي ايه؟ زي سكريتد بروتينز. سكريتد بروتينز يعني البروتينز دي هتخرج بره الخليه، هيحصل لها سكريشن. مثال عندنا الهرمونز. طيب تاني نوع عندنا ممبرين بروتينز. ايه هي الممبرين بروتينز؟ ممبرين بروتينز مثال عندنا اللي هي الممبرين ريسبتور، دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي عباره عن بروتينز بيحصل لها ترانسليشن فين؟ في الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم. طيب اخر نوع عندنا لايزوزومال بروتينز. بالنسبه للفري رايبوزوم احنا اتكلمنا عليه في المحاضره اللي فاتت، اتكلمنا عليه بالتفصيل. دلوقتي هنشرح عندنا ترانسليشن ان رف اندوبلازميك ريتيكوليوم. ايه اللي بيحصل عندنا؟ اول حاجه عندنا ده اللارج رايبوزوم سابيونت، ده عندنا اللارج رايبوزوم سابيونت، وده السمول رايبوزوم سابيونت، ودي عمليه الترانسليشن بتاعته. اول ما يظهر عندنا ان يحصل سيكونس معينه تظهر في البوليبيبتايد بتاعي، ده البوليبيبتايد شين هو طالع من البي سايت. اول ما السيكونس دي تظهر معنى كده ان هيحصل ترانسلوكيشن لعمليه الترجمه، وهتحصل فين؟ هتحصل في الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم. طيب ايه ده؟ ده بنسميه ايه؟ السيكونس دي بنسميها سيجنال سيكونس. سيكونس. طب دي عباره عن ايه؟ السيجنال سيكونس دي عباره عن سيكونس من امينو اسيدز، من كام لكام؟ من 9 to 10 امينو اسيد. دي ايه؟ دي السيجنال سيكونس، ده الاختصار اللي هو اس اس. تمام؟ يبقى اول ما بتظهر عندي السيجنال سيكونس بتظهر في بدايه الترجمه، اللي بيحصل ده كده معناه ان البوليبيبتايد ده هيكمل الترانسليشن فين؟ في الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم. طب ظهرت عندنا السيجنال سيكونس، ايه المهمه بتاعتها؟ المهمه بتاعتها اللي فيه بارتيكل بنسميه سيجنال ريكوجنيشن بارتيكل، الاختصار بتاعه اس ار بي. ده هيعمل ايه؟ ده هيروح يعمل بايند مع السيجنال سيكونس. يبقى ده اول ما دي تظهر ده بيروح يعمل بايند معاها اهو. ده عندنا ايه؟ ده عندنا السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل، راح عمل بايند مع السيجنال سيكونس. بعد كده اللي هيحصل بعد كده السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل هيروح للرف اندوبلازميك ريتيكوليوم. بس قبل ما نكمل الستبس عندنا عاوزين نشرح ايه الاستراكشر بتاع الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم. ده عندنا الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم، ده ايه؟ ده الرف اندوبلازميك ريتيكوليوم، رف اندوبلازميك ريتيكوليوم ممبرين. موجود من فوق حاجه اسمها بنسميها السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ريسبتور. مين اسمه؟ ده الريسبتور اللي هيعمل بايند مع ايه؟ ده اللي هيعمل بايند معاه، ده اسمه السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل. هيعمل بايند مع ايه؟ هيعمل بايند مع السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ريسبتور. الريسبتور ده موجود فين؟ موجود على الممبرين بتاع الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. طيب احنا عندنا ده بنسميه ايه؟ ده اسمه ترانسلوكون.
الترانسلوكون بيبقى كلوزد، بيبقى مقفول. تمام؟ ليه؟ عشان مفيش بايند حصل لسه لغايه دلوقتي. طيب وده عندنا الترانسلوكون اوبن، احنا عايزين الترانسلوكون يفتح عشان البولي بيبتايد هتخش تكمل عمليه الترانسليشن في الراف اي ار عشان يحصل لها بقى الفولدنج والموديفيكيشن. طب ده هيحصل ازاي؟ اللي هيحصل عندنا ان السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل اللي هي دي اللي هي ارتبطت بالسيجنال سيكونس هتعمل ايه؟ هتعمل بايند مع السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ريسبتور، فهيدينا الشكل ده. ده عندنا اهو السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل، وهي مرتبطه اصلا بايه؟ مرتبطه بالسيجنال سيكونس، وده عندنا البولي بيبتايد تشين بتاعنا. طيب فايه اللي هيحصل عندنا؟ اللي هيحصل عندنا باستخدام جي تي بي. السيجنال ده عندنا السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ريسبتور الار بي ار. طب وده عندنا السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل، ده بيبقى معاه جي تي بي وده بيبقى معاه جي تي بي. طب الجي تي بي بيحصل لها ايه؟ الجي تي بي دي بيحصل لها هيدروليسيس عشان تدينا انرجي. بيحصل لها هيدروليسيس اللي هم 2 جي تي بي هيدونا 2 جي دي بي بلس 2 ان اورجانيك فوسفيت. فايه اللي هيحصل في الحته دي؟ اول ما حصل البايندنج بين السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل والسيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ريسبتور وحصل هيدروليسيس للجي تي بي انتو جي دي بي بلس ان اورجانيك فوسفيت، اللي هيحصل عندنا ان الترانسلوكون هيحصل له ايه؟ هيحصل له اوبن. ترانسلوكون اوبن هيتفتح. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل عندنا ان السيجنال سيكونس دي هتخش هنا. خلاص احنا كده عملنا البايندنج اهو، الترانسلوكون فتح، فالبولي بيبتايد بتاعتنا هتخش. وفي البدايه بتاعتها برضو ايه؟ السيجنال سيكونس بتاعتنا. طب هتخش فين؟ هتخش جوه اللومن اوف راف اندوبلازميك ريتيكولوم. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ كده لغايه هنا الستبس حصلت عندنا. اللي حصل عندنا ان عندنا اول حاجه نعيد تاني، عندنا السيجنال سيكونس. السيجنال سيكونس دي ظهرت في بدايه عمليه الترانسليشن. طب فمعنى كده اللي هيحصل ايه؟ معنى كده اللي هيحصل ترانسلوكيشن، ان عمليه الترجمه هتكمل فين؟ هتكمل في الراف اي ار. طيب اول ما بتظهر عندنا السيجنال سيكونس بيروح يعمل بايند معاها حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل. السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل هيروح يعمل بايند مع السيجنال سيكونس. طيب بعد كده عندنا الراف اي ار، الراف اندوبلازميك ريتيكولوم. الممبرين بتاعه عليه حاجه اسمها السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ريسبتور. ده ريسبتور اللي هيروح يعمل بايند معاه، السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل. اول ما بتعمل بايند معاه الاثنين عندهم جي تي بي، فال2 جي تي بي اول ما يحصل لهم هيدروليسيس هيحصل ايه؟ الترانسلوكون بتاعنا هيحصل له اوبن، واللي هيحصل عندنا ان البولي بيبتايد هتخش جوه اللومن بتاع الراف اي ار. طيب في البدايه بتاعتنا عندنا ايه؟ سيجنال سيكونس. طيب ايه اللي هيحصل بقى بعد كده جوه اللومن؟ اللي هيحصل جوه اللومن 3 حاجات. اول حاجه عندنا هيحصل ايدنتيفاي في انزيم معين هيعمل ايدنتيفيكيشن للسيجنال سيكونس. بعد ما يعمل لها ايدنتيفيكيشن يعمل لها كات. ده اسمه ايه؟ الانزيم ده بنسميه سيجنال بيبتيديز. ده بيعمل ايه؟ ده بيتعرف على السيجنال سيكونس وبيعمل لها ايه؟ اول ما بيتعرف على السيجنال سيكونس بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها كليفج، بيعمل كات للسيجنال سيكونس. طيب بعد كده البولي بيبتايد عمال يحصل عمليه ترانسليشن عمال تحصل. البولي بيبتايد عندنا داخل جوه اهو. ايه اللي بيحصل تاني بقى؟ اللي بيحصل عندنا جوه اللومن بيحصل فولدنج للبولي بيبتايد بتاعنا، فولدنج للبروتين، فولدنج يعني طيب. ودي بتحصل بمساعده حاجه اسمها الشيبرنز. دي عباره عن بروتين هيلبر بيساعد ان يحصل فولدنج للبروتين بتاعنا بطريقه صحيحه. طب بعد الفولدنج بيحصل عندنا بعض الموديفيكيشنز زي ايه؟ زي جلايكوسايليشن، زي فورميشن اوف دايسلفايد بوند. ده اللي بيحصل جوه اللومن بتاع الراف اي ار. طيب انا خلصت بقى الموديفيكيشنز بتاعتي جوه الراف اي ار. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده البروتين الناتج عندنا بيروح للجولجي اباريتس. ليه بقى؟ بيروح للجولجي اباريتس عشان الجولجي اباريتس بيعملوا باكجينج في فيزيكلز. ليه؟ بيعملوا باكجينج فيزيكلز عشان ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له سكريشن، هيطلع بره الخليه، او ممكن يبقى ممبرين بروتين هيحصل امبيدد مع الممبرين. تمام؟ فدي الستبس عندنا. يبقى تاني حاجه نوصل لغايه هنا اللي حصل عندنا ان السيجنال سيكونس داخل جوه اللومن. فايه اللي حصل؟ عندنا انزيم اسمه السيجنال بيبتيديز اتعرف على السيجنال سيكونس وعمل لها كليفج. بعد كده حصل فولدنج للبروتين بتاعنا. فولدنج يعني طيب. بعد الفولدنج حصل بعض الموديفيكيشنز زي ايه؟ زي فورميشن اوف دايسلفايد بوند او جلايكوسيليشن. طب بعد ما خلصنا التعديلات جوه الراف اي ار، ايه اللي بيحصل؟ البروتين بتاعنا بيروح فين؟ بيروح للجولجي اباريتس عشان يحصل له باكجينج
في فيسيكلز يطلع ايه؟ يحصل له سكريشن او يحصل له ايه؟ يبقى ممبرين بروتين. ده كده بالنسبه لكل الستبس اللي عندنا. طب عاوزين نرجعهم واحده واحده. اول حاجه بتحصل ايه؟ من اول هنا. اول حاجه عندنا بيبقى عندي السيجنال سيكونس. سيجنال سيكونس دي بتظهر في بدايه الترجمه. اول ما بتيجي تظهر معنى كده اللي هيحصل عندنا ترانسلوكيشن، عمليه الترجمه هتكمل فين؟ هتحصل في الرف اي ار، في الرف اندوبلازميك ريتيكولم. طيب بعد السيجنال سيكونس ايه اللي هيحصل؟ السيجنال سيكونس هيعمل معاه بايند حاجه اسمها سيجنال ريكوجنيشن بارتيكل، دي هتعمل بايند مع السيجنال سيكونس. طب بعد كده تالت حاجه عندك، تالت حاجه السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل هيروح فين؟ هيروح للرف اي ار ممبرين. الرف اي ار ممبرين عليه حاجه اسمها ايه؟ عليه حاجه اسمها السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ريسبتور، هيعمل بايند معاه، ده هيعمل بايند مع الريسبتور ده. طيب بعد كده اللي هيحصل عندنا دلوقتي عندنا ترانسلوكون مقفول. ترانسلوكون عباره عن ايه؟ كلوزد. طب احنا عايزين نفتحه، هيفتح ازاي؟ هيفتح عن طريق ان هنا في جي تي بي وهنا في جي تي بي. اول ما يحصل هيدروليسيس للجي تي بي انتو جي دي بي بلس ان اورجانيك فوسفيت، احنا عندنا 2 جي تي بي فيطلع لنا 2 جي تي بي بلس 2 ان اورجانيك فوسفيت. اول ما يحصل هيدروليسيس اللي هو الجي تي بي اللي هنا والجي تي بي اللي هنا، الجي تي بي اللي موجود في السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل والجي تي بي اللي موجود في السيجنال ريكوجنيشن بارتيكل ريسبتور، اول ما يحصل لهم هيدروليسيس اللي هيحصل عندنا الترانسلوكون، ترانسلوكن هيبقى ايه؟ هيبقى اوبن. طب اول ما يحصل له اوبن ايه اللي هيحصل؟ البوليبيبتايد بتاعي يبتدي يخش. فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل عندنا في انزيم جوه اليومن اسمه ايه؟ اسمه السيجنال بيبتيديز. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايدنتيفاي السيجنال سيكونس وبيعمل لها ايه؟ بيعمل لها قط. طب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده بيحصل عندنا فولدنج. بعد ما بيحصل الفولدنج بيحصل بعض الموديفيكيشنز زي فورميشن اوف دايسلفايد بوند او جلايكوسيليشن. طب بعد كده اخر خطوه عندنا، اخر خطوه عندنا بيحصل باكجنج فين؟ في الجولجي اباريتس. بيحصل باكجنج في فيزيكالز ليه؟ عشان البروتين ده يا اما يحصل له سكريشن اللي هو يتفرز بره الخليه، يا اما يحصل له ايه؟ هو ممبرين بروتين فيحصل له امبيدد ويز ممبرين اللي هو ممبرين ريسبتور بروتين. ده كده بالنسبه لعمليه الترانسليشن في الرف اي ار والستبس بتاعتها بالتفصيل. طيب اخر حاجه عندنا بوست ترانسليشن موديفيكيشن. ايه هي البوست ترانسليشن موديفيكيشن؟ انا دلوقتي انتجت البروتين بتاعي، ده هو البروتين، ده الامينو جروب ودي الكربوكسيل جروب وده البروتين بتاعي. يعني ايه بقى بوست ترانسليشن موديفيكيشنز؟ انا دلوقتي لو عايز اضيف بعض الحاجات على البروتين بتاعي زي ايه عندنا؟ زي لو انا عايز اعمل اد للشوجر ريزيديو. لو انا عايز اعمل اد للشوجر ريزيديو بسمي العمليه دي بسميها جلايكوسيليشن. يبقى الجلايكوسيليشن معناها ايه؟ اللي انا بضيف شوجر ريزيديو. طب ايه المثال عندنا؟ المثال عندنا في الار بي سيز، في فصائل الدم. ايه الفرق بين فصيله الدم ايه وبي؟ الفرق بين الاثنين ان الشوجر ريزيديو اللي هنا مختلف عن الشوجر ريزيديو اللي هنا، فبالتالي فصيله الدم دي مختلفه عن فصيله الدم دي. فدي المثال على عمليه الجلايكوسيليشن. يبقى الجلايكوسيليشن عندنا معناها ايه؟ معناها انا بعمل اد، بضيف شوجر ريزيديو على البروتين بتاعي. ده كده بالنسبه لاول حاجه عندنا. طيب تاني حاجه لو انا عايز اضيف ليبيد، لو انا عايز اضيف ليبيد بسميها ليبيديشن. طب ايه فايدتها؟ ليبيديشن بسبب عندنا البروتينز بتبقى موجوده في السيل ميمبرين واللي بتبقى موجوده في الاورجانيلا ميمبرين. دي المثال عندنا على عمليه الليبيديشن اللي انا بعمل اد للليبيد على البروتين الناتج بتاعي. طب تالت حاجه عندنا، تالت حاجه عندنا اد للفوسفيت جروب. لما بضيف فوسفيت جروب بسمي العمليه دي ايه؟ بسميها فوسفوريليشن. طب ايه المثال عندنا على الفوسفوريليشن؟ الفوسفوريليشن مثال عندنا حاجه اسمها بي كي اي، بروتين كاينيز اي. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل اد للفوسفيت جروب. ده بيضيف فوسفيت جروب، بيعمل حاجتين، يا اما بيعمل اكتيفيت للبروتين يا اما بيعمل انهبت للبروتين. ده مين؟ ده البي كي اي اللي هو بروتين كاينيز اي. بيعمل ايه؟ بيعمل اد للفوسفيت جروب، ولما بيعمل اد للفوسفيت جروب ممكن يعمل حاجتين، يا اما يعمل اكتيفيشن يا اما يعمل انهبشن. ده بالنسبه لثالث حاجه عندنا لو انا عايز اضيف فوسفيت جروب على البوليبيبتايد على البروتين بتاعي. طيب رابع حاجه عندنا او اتش، لو عايز اضيف مجموعه هيدروكسيد بسميه ايه؟ بسميه هيدروكسيليشن. طب ايه المثال عندنا على هيدروكسيليشن؟ المثال عندنا حاجه مهمه جدا، ميكينج كولاجين، في تصنيع الكولاجين.
في تصنيع الكولاجين مهم جدا ان انا بعمل عمليه الهيدروكسيليشن، ان انا بضيف او اتش جروب، بضيفها فين؟ بضيفها على البروتين بتاعي الناتج. طيب خامس وسادس حاجه اضافه ميثايل جروب او اضافه اسيتيل جروب. طب ده مهم في ايه؟ ده مهم عندنا في حته الدي ان ايه. الجزئيه دي لسه هنشرحها في الموليكولار جيناتكس، بس هنقولها دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا الدي ان ايه في الخليه ما بيبقاش موجود لوحده. يعني ايه؟ يعني انا طول الدي ان ايه 2 متر، مستحيل ال 2 متر دول يتحطوا في الخليه بتاعتنا اللي هو بتقاس بالمايكرو. فايه اللي بيحصل؟ فالدي ان ايه بيحصل له باكجنج حوالين حاجه اسمها بنسميها الهيستون. العمليه دي بتحصل ازاي؟ بتحصل عن طريق ان الدي ان ايه التشارج بتاعته بتبقى نيجاتيف تشارج. طب هو نيجاتيف تشارج ليه؟ من المحاضرات بتاعتنا اللي هو بيبقى فيه الفوسفيت جروب، الهيستون بتبقى بوزيتيف تشارج، فبيحصل بين الاثنين بيحصل اتراكشن، فبيحصل باكجنج للدي ان ايه حوالين ايه؟ حوالين الهيستون. طيب انا دلوقتي الدي ان ايه ملتفه حوالين الهيستون. لو انا جيت ضفت للهيستون ده، لو انا حطيت له ميثايل جروب ولو انا حطيت له اسيتيل جروب، ده هيأثر على الترانسكريبشن. والحته دي في الابيجينetics. لو انا ضفت ميثايل جروب، اللي هيحصل عندنا هيحصل ديكريز لعمليه الترانسكريبشن. ليه؟ هيحصل ديكريز لان الميثايل جروب بتخلي الباكجنج بتاع الدي ان اي مع الهيستون بيبقى تايتلي، بيبقى كوندنسد، فبالتالي صعب البوليميريز يخش بينهم، فده عشان كده بيقلل عمليه الترانسكريبشن. طب لو ضفت اسيتيل جروب عكسها بتزود الترانسكريبشن. ازاي بقى بتزود الترانسكريبشن؟ بتزود الترانسكريبشن عن طريق ان الاسيتيل جروب بتخلي الباكجنج بتاع الدي ان اي مع الهيستون بيبقى ايه؟ بنسميه ريلاكس، بيحصل ريلاكس كده بين الدي ان اي والهيستون، فبالتالي البوليميريز بيقدر يخش ويعمل عمليه الترانسكريبشن. يبقى كده عندنا الدي ان اي هيستون. ايه فائده الميثايليشن والاسيتيليشن؟ قلنا الميثايليشن بتقلل عمليه الترانسكريبشن، بتقلل الدي ان اي ترانسكريبشن، بينما الاسيتيليشن بتزود الدي ان اي ترانسكريبشن. طيب اخر حاجه عندنا قط امينو اسيدز. يعني ايه قط امينو اسيدز؟ انا عندي البروتين بتاعه، بعمل قط لبعض الامينو اسيد عشان البروتين ده يؤدي الفانكشن، بنسميه بروتين كليفيج. طب ايه المثال عندنا؟ المثال عندنا حاجه اسمها تريبسينوجين. طب التريبسينوجين ده بيبقى نوت اكتيف. طب انا عايز اخليه اكتيف، بخليه اكتيف ازاي؟ بخليه اكتيف عن طريق ان انا بقطع منه بعض الامينو اسيدز، بعض البوليبيبتايد، فبيدينا ايه؟ بيدينا حاجه اسمها تريبسين، وده اللي بيبقى اكتيف. تمام؟ دي معنى كلمه اخر حاجه اللي انا بعمل ايه؟ بقطع بعض الامينو اسيدز من البروتين بتاعي. والحته دي بالتفصيل ان شاء الله نقولها قدام في كورس الانزيمز اند هرمونز. حته ان التريبسينوجين بيبقى نوت اكتيف، وعشان يبقى اكتيف بنقطع منه بعض الامينو اسيدز فبيتحول لتريبسين اللي هو الاكتيف فورم اوف تريبسينوجين. تمام؟ ده كان بالنسبه عندنا للدي ان اي ترانسليشن. ان شاء الله في المحاضره الجايه هنتكلم على دي ان اي ميوتيشن.